تعالوا هنعمل مع بعض بقى التوابل السبع بهارات اللي انا كنت بقول لكم عليها في كل فيديو بعمل منها الاكل. قبل ما نبدا ونقول بسم الله ما ننساش بقى نعمل اشتراك للقناه ولايك وشير للفيديو عشان يوصلك اي جديد. هنا معايا مقدار كل حاجه من ديت مقدارها 15 جرام، يعني 15 جرام حبهان، معايا 15 جرام زر ورد، معايا 15 جرام كبابه صيني، وهنا بوريكم معايا 15 جرام قرنفل على بلحتين جوز الطيب. كل الحاجات دي بنجيبها من عند العطار يا جماعه. انا جايبه كميات قليله بس الكميه دي هتطلع معايا حاجه، يعني هتطلع معايا شويه كتار. هنا معايا بقى ده روزماري برضو 15 جرام، و15 جرام قرفه دي عيدان انا كسرتها كده علشان ما ببوظ الخلاط يعني معايا، فانت بتكسريها. وبلحه جوز الطيب برضو الاتنين كنت مكسراهم. وهنا معايا بقى كام وحده ورق لوري كده، ده انا حاطاه بس عشان يعزز طعمها، لكن هو مش اساسي معايا بس انا حطاها من عندي. كل التوابل دي كده كلها ناخدها بقى على طاسه سخنه على نار وهاديه كده وواطيه علشان نحمصها، تاخد تحميصه نطلع منها الزيوت بتاعتها، تشمي بقى احلى روايح معاكي جميله جدا. هنا حطينا الروزماري مع القرفه، وبعد كده هنحط بقى عليهم الحبهان والقرنفل والكبابه الصيني. الحاجات دي كلها هكتبها لكم في صندوق الوصف تحت او في اول تعليق مثبت. هنا حطينا برضو القرنفل والبلحه جوز الطيب، وهنا الكبابه الصيني معانا. كل ده بقى هنقلبه على نار هاديه، افضلي قلبي بقى قلبي كده لغايه ما تشمي روايح، كل الروايح العطريه اللي انت هتشميها بتاعه التوابل دي جميله جدا. اعرفي كده خلاص ان هي اتحمصت والزيوت بتاعتها طلعت منها. لو وصلتي معايا لغايه هنا صلي معايا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه دخول العيد الكبير علينا. كده خلاص هنقلبها بقى، هنحمصها كده، يعني احنا مش هنحمرها لا احنا بنسخنها بس حاجة بسيطة كده. اول ما هتشمي ريحتها خلاص اطفي عليها كده. هنفضل بقى تقلبتين 3، هي كده خلاص اهو. انا قلت لكم كده خلاص طفيت عليها، ما كملتش معايا، انا قعدت اقلب فيها دقيقتين او 3 دقايق بالكتير على نار هاديه كده خلاص اهو. المهم بقى احنا هنسيبها دلوقتي تبرد. انا هنا بقول لكم انا طفيت عليها وهنسيبها بقى تبرد خالص. اهم حاجه انها تبرد خالص، اوعي تطحنيها وهي سخنه عشان ما تبص منك ويجي لها رطوبه. ماشي، هنا بقى هناخدهم ونطحنهم بقى. هنا هتعملي معاكي احلى توابل اللي هي السبع بهارات اللي بنسمع كلنا عليها. احنا ما بنحطش فيها ولا فلفل اسمر ولا كمون ولا كزبره، لان يا جماعه دي توابل لوحدها. السبع بهارات دي حاجه تانية خالص غير اللي احنا بنحط عليهم فلفل اسود وكمون وكزبره والحاجات دي وشطه. دي انا بستعملها بقى ممكن بعد خلطه المحشي علشان ما تسمرش الدمعه معايا. الصلصه بتاع المحشي بعد ما بحط الرز والخضره باجي رشه بقى ربع معلقه من التوابل دي. شوربه اللحمه برضو بحط عليها، شوربه الفراخ برضو بحط عليها، لو صينيه بطاطس برضو بحط عليها، بس بتحطي بكميات قليله مش بكترها على فكره. هنا خلاص هنطحنهم بقى، وبعد ما هنخلص بقى الكميه هيبقى ده شكلها اللي انتوا هتشوفوه. نعمت معايا وكمان ريحتها قلبت لي الشقه، يعني ريحتها جميله جدا وحلوه قوي. وكمان لو حطيتيها بقى في شوربه الفراخ كده مع طبق شوربه حطيتيه محترم كده وشربتيه وهو سخن على ليمونه بقى، يا سلام ما اقولكيش. كده خلاص طحناها وده شكلها اهو، قطع معايا كميه حلوه قوي. هتملى لي دلوقتي البرطمان اللي انتوا تشوفوه. لو وصلتي معايا لغايه هنا قولي لي بتتابعيني منين، وما ننساش بقى نعمل اشتراك للقناه ولايك وشير للفيديو. هنملى بقى ده كده وخلاص اهو. دي كده احلى توابل معاكي، 7 بهارات. بصوا بدون بقى فلفل اسمر ولا كمون ولا الكلام ده كله، لا احنا ما بنحطش فيها الحاجات دي. وهكتب لكم برضو المقادير هكتب لكم كل حاجه بالمقادير في صندوق الوصف.